في الفيديو بتاع النهارده ده هفهمك الفرق ما بين الطباعه الديجيتال والطباعه الاوفست. كتير من المصممين المبتدئين في مجال التصميمات بيحتاجوا ان هم يطبعوا الشغل بتاعهم للكلاينت اللي جالهم، فما بيكونش فاهم في الطباعه قوي، زي مثلا مش فاهم الطباعه الاوفست والطباعه الديجيتال. فان شاء الله في الفيديو ده هوصل لك المعلومه ببساطه جدا وسهوله، تقدر من خلال الفيديو ده تاخده كنز ليك ان انت تتعلم الفرق ما بين الطباعه الديجيتال والطباعه الاوفست. وكمان الفيديو ده موضح للعميل اللي بيطبع كميات كبيره من المطبوعات الورقيه ومش فاهم يعني ايه طباعه ديجيتال ويعني ايه طباعه اوفست. فيلا بينا ندخل في التفاصيل. الفرق ما بين الطباعه الديجيتال والطباعه الاوفست هنلخصها في 3 حاجات. اول حاجه من حيث تجهيزات ما قبل الطباعه، تاني حاجه من حيث الجوده، تالت حاجه من حيث السعر او التكلفه. خلينا متفقين ان النوع الاعم والاشمل في عالم الطباعه والمطبوعات الورقيه هو الطباعه الاوفست بنسبه تتخطى ال 65%، وده اللي اوضحه لك طول الفيديو، الفرق بين الديجيتال والاوفست. حابب ابدا معاك في الشرح بالطباعه الديجيتال لانها الاسهل في الشرح والابسط ومش هتخليك تمل من الفيديو. هنتكلم من حيث الجوده والتجهيزات اللي قبل الطباعه. عامه الطباعه الديجيتال مش بتحتاج اي تجهيزات قبل الطباعه. حضرتك لو انت مصمم جرافيك او مكتب او عميل او حد مش فاهم، فانت حضرتك بتاخد الفلاشه وتروح لاقرب مكتب بيطبع طباعه ديجيتال وتديله الفلاشه عليها الديزاين بتاعك او عليها التصميمات اللي المصمم اداها لك، وبتقول له انا محتاج منها مثلا 50 ربع، 20 ربع، 10 ارباع، 5 ارباع الى اخره. يعني الموضوع بكل بساطه بتاخد الفلاشه تديها للمكتب اللي عنده طباعه ديجيتال وبتطبع الشغل، وانت واقف معاه بتحدد جرامات الورق، اللي هو مثلا ورق 300 جرام، ورق 250 جرام، ورق 100 جرام، ورق 70 جرام، ستيكر شفاف، اي نوع من انواع الورق بتحددها وانت واقف معاه وبتديله الفلاشه وبيسلمك الشغل. هنتكلم عن المقاس في الطباعه الديجيتال. الطباعه الديجيتال مقاسها المخرج بتاعها هو 32 سم في ارتفاع اللي هو الربع، اللي اكتر من مثلا 99% الناس بتطبعه 32 في 48 سم، في مقاس تاني 32 في 70 سم، وده مفيش حد بيستخدمه غير ناس قليله جدا بتستخدمه في الطابلوهات الديكوريه والديكور عامه. طبعا انا عايز اوضح جزئيه مهمه جدا لان دي بتقابلني في الشغل انا كواحد عنده مكتب دعايه واعلان، الا وهي ان في حد بيجي يقول لي انا عايز اشتري مكنه ديجيتال. المكنه الديجيتال دي مكنه غاليه جدا، سعرها مثلا هي بتختلف من حيث الانواع والخامات والحاجات دي كلها، فمثلا ممكن تتخطى 300,000 جنيه في وقتنا الحالي. فمفيش حد يجي يقول لي طب هي تكلفه المكنه الديجيتال كام؟ مفيش حد هيقدر يشتري المكنه الديجيتال غير لو هو مكتب دعايه كبير مشهور عند العملاء بتاعته، عنده الارضيه بتاعته ان هو يطبع في اليوم 200 ربع، 300 ربع، 500 ربع علشان يقضي تكاليف واغراض المكنه دي. علشان مثلا طقم الحبر في المكنه دي بيتراوح سعره فوق ال 25,000 جنيه، فانت في كل اسبوع محتاج 25,000 جنيه بعد ما تخلص الاحبار وتعمل الحصيله والجرد بتاع المكنه اللي عملته في الاسبوع. بتلاقي الاحبار سكتها مثلا 25 ل 30 ل 35 حسب نوع الحبر الموجود في الطبعه. فبالتالي لو جينا نركز في الجزئيه دي هتلاقي ان الفرق في الطباعه الديجيتال والطباعه الاوفست، فان الطباعه الديجيتال هي الاعلى في السعر، من حيث ان انت مثلا لو رايح تطبع غلاف او رايح تطبع فولدر او رايح تطبع كارت شخصي، فانت هتروح للطباعه الديجيتال المستعجله اللي تقدر تستلمها وانت واقف، بس التكلفه بتبقى عاليه، مش بتحتاج اي تجهيزات او اي وقت قبل الطباعه. طبعا هي تقدر تطبع كميات كبيره، تطبع زي ما انت عايز العدد اللي انت عايزه، لكن تكلفتها مقارنه بالاوفست تكلفه عاليه جدا، يعني التكلفه تتخطى ال 100% في السعر. مش بتكلم على سعر المكنه، انا بتكلم على سعر الطباعه. لو عايز تطبع ربع فرخ هنا ربع فرخ هنا، فانت هتلاقي فرق سعر الديجيتال اعلى، الاوفست اقل. نروح لجزئيه الطباعه الاوفست، ودي اللي موالها موال. لازم قبل ما تخش طباعه الاوفست تفهم مكنه الاوفست دي بتحتاج ايه وبتشتغل ازاي علشان ما حدش يضحك عليك. انا كمصمم جرافيك كنت لسه بادئ، كنت بتمنى ان حد يشرح لي يعني ايه الفرق بين الطباعه الديجيتال والطباعه الاوفست. اول حاجه اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم في الطباعه الاوفست حاجه اسمها فصل الالوان، ودي اول مراحل الاوفست. وعلشان اكون موضح لك ومفهمك ومديك الخلاصه، فصل الالوان دي يعني الزنكات. الزنكات دي زي ما انت شايف كده هي حاجه الومنيوم، حاجه بسيطه جدا، يعني اتمنى تكون واضحه، مطبوع عليها بالوان انت مش فاهمها ولا هتفهمها غير لما تفهم باقي الحكايه بتاعه فصل الالوان. فصل الالوان دي لو انت على برنامج الفوتوشوب زي ما انا هفتح معاك دلوقتي الفوتوشوب كده، هتروح لقائمه الشانل هتلاقي 4 اختيارات. 4 اختيارات دولت هو السي ام واي كي. السي جايه من السيان، لون السيان، الام الماجنتا، الواي اليولو، الكي الاسود. لو انت رجعت بالزمن كده من زمان جدا وانت في ابتدائي مثلا في حصه الرسم، هتلاقي مدرسه
مدرسه الرسم بتقول لك لو خلطت مثلا اخضر على لون تاني هيطلع لك لون تالت. هي نفس الفكره، ان انت لو خلطت الاربع الوان دولت هيطلعوا لك عدد لا نهائي من الالوان، فبالتالي التصميم بتاعك مهما يكون في قلبه الوان كتير فهو بيتكون من الاربع الوان دول. جزئيه فصل الالوان بقى هي السي ام واي كي. السي ام واي كي ليه؟ لان مثلا لما باجي اقول لك على برنامج الفوتوشوب لو انت هتعمل اي شغل مطبوعات استخدم السي ام واي كي، ولو هتستخدم التصميم بتاعك للشغل على السوشيال ميديا وتعرضه على السوشيال ميديا او تستخدمه في فيديوهات فبقول لك اختاروا ار جي بي. فبالتالي الزنكات هي السي ام واي كي. سي ام واي كي هم 4 فصل الالوان. الزنكات هم 4 زنكات، دي اسمها زنكات. الزنكات دي مقاسها بيختلف من الربع فرخ للنص فرخ للفرخ. طبعا دي اول مراحل في مراحل التجهيزات للطباعه الاوفست. هناخد الزنكات بتاعتنا وناخد الورق اللي احنا عايزين نطبع عليه ونروح للمكتب او المطبعه اللي عندها مكنه اوفست. المكنه الاوفست دي ليها مقاسات وليها انواع. في مثلا مكنه اوفست 2 لون، في مكنه اوفست 4 لون، في مكنه اوفست ربع فرخ، في مكنه اوفست نص فرخ. فانت اللي بتحدد ده كله من حيث فصل الالوان اللي انت فصلته، من حيث الورق بتاعه ومقاساته. بتاخد الورق وبتاخد الزنكات وتروح لبتاع الطباعه تقول له انا عايز انفذ ده كذا. طبعا في تفاصيل كتير جدا من حيث المونتاج على الزنكات، من حيث ازاي اطلع اللون الاسود 100%، ازاي اطلع اللون الفضي، اللون الذهبي، في زياده الوان، في لون زياده، في مش عارفه ايه، في تفاصيل كتير جدا مش هقدر اشرحها لك في الفيديو ده. انا حبيت اوضح لك الفرق ما بين الطباعه الديجيتال والطباعه الاوفست باختصار جدا. بعد ما بخلص الشغل خالص واستلم المطبوعات من المطبعه او الراجل اللي عنده مكنه اوفست، بروح بقى يا هديها سلوفان، يا هقصها، يا هعمل منها كروت شخصيه، يا منيو، يا فولدر الى اخره. اتمنى اكون فدتك جدا في الفيديو ده ووصلت لك المعلومه بسهوله، وما تنساش تدعمني بلايك وكومنت واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي استفسار في مجال الطباعه والتصميمات تقدر تبعت لي وانا هشرح لك كل الخبره اللي انا اكتسبتها في المجال ده. ما تنساش تصلي على النبي. سلام.